حدث رياضي كروي كبير عرفته الكرة السعودية في الأيام الأخيرة بانضمام أحد أكبر نجوم الكرة العالمية. يتعلق الأمر بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي وقع عقدا لمدة 2 سنين للعب في صفوف فريق الهلال السعودي الملقب بالزعيم عند الأوساط السعودية. نكشف في هذا التقرير عن أسباب انتقال نيمار إلى الهلال وتفاصيل حول قيمة صفقة نيمار للانتقال إلى الهلال، وما هي القيمة المضافة التي سيقدمها نيمار لفريق الهلال. فيما يتعلق بأسباب انتقال نيمار إلى الهلال من فريق باريس سان جيرمان، عرف اللاعب في الأشهر الأخيرة كثيرا من الضغوط وعدم الارتياح في ناديه باريس سان جيرمان، وذلك راجع لعدة أسباب أهمها تردي علاقته مع بعض زملائه في فريق باريس سان جيرمان، وكذلك للاستياء الذي تعرض له من طرف بعض مشجعي فريق باريس سان جيرمان، زيادة على أن المدرب الجديد الإسباني لويس أنريكي أخرجه من حساباته في التشكيلة التي ينوي اللعب بها هذا الموسم. هذه الأسباب وغيرها جعلت إدارة الفريق واللاعب متفقان على أن المصلحة تقتضي انتقال نيمار إلى فريق آخر. الأصداء الأولى كانت تشير إلى عودته إلى فريق برشلونة، لكن فريق الهلال حسم في الأخير الصفقة لصالحه. أما فيما يتعلق بقيمة صفقة نيمار إلى الهلال، التسريبات الصحفية تتحدث إلى أن ناديه باريس سان جيرمان سيتوصل بمبلغ في حدود 90 مليون أورو. أما فيما يتعلق براتب نيمار مع الهلال فالأرقام متضاربة، وعلى العموم المبالغ المسربة تتراوح ما بين 100 مليون أورو و200 مليون أورو في الموسم الواحد. زيادة على الراتب فإن نيمار سوف يستفيد من جملة من الامتيازات أهمها طائرة خاصة وتوفير منزل فاخر كبير له وحصوله على مكافأة 80 ألف أورو عند الفوز و500 ألف أورو عند أي منشور له في حساباته على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بالسياحة وكرة القدم السعودية. أما فيما يتعلق بالإضافة الكروية التي سيقدمها نيمار إلى فريق الهلال السعودي، تعول الجماهير الهلالية على نيمار لإعطاء النجاعة الهجومية للفريق، وكذا إعطاء الفريق الفرص الحقيقية للمنافسة على الدوري السعودي وكذا دوري أبطال آسيا، خصوصا وأن الفريق قد عزز صفوفه بعدد من النجوم كالبرتغالي روبن نيفيس والسنغالي كاليدو كوليبالي، خصوصا وأن المنافسة ستكون قوية بين فرق النصر والاتحاد والأهلي. ونذكر في هذا الصدد على سبيل الذكر لا الحصر النجوم التي تعج بهم البطولة السعودية: كريستيانو رونالدو فريق النصر، كريم بنزيما فريق الاتحاد، نغولو كانتي فريق الاتحاد، إدوار ماندي فريق الأهلي، مارسيلو بروزوفيتش فريق النصر، روبرتو فيرمينو فريق الأهلي، رياض محرز فريق الأهلي، وساديو ماني فريق النصر. فريق الهلال السعودي بتعاقده مع النجم البرازيلي نيمار يبحث جديا على المنافسة على البطولة السعودية والآسيوية، خصوصا وأن البطولة السعودية أصبحت محط اهتمام من طرف وسائل الإعلام الدولية، وبالطبع تواجد نيمار في هذه البطولة سيزيدها الكثير من الإشعاع الدولي لا محالة.